وسهلا متتبعاتي، مرحبا بي معكم على قناتي وقناتكم عالمكم المتنوع وليالي. عباشا مباركه، تدخل عليكم الصحه والسلامه بكل ما كتمناو ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في السلو. انا ديجا تشاركتها معكم، دابا غادي نعطيكم باختصار. عندي هنايا الدقيق محمر كما كتشوفوا، عندي هنا إيلان محمر ومطحون، عندي السوجه محمره ومطحونه، عندي زريعه الكتان حتى هي مصهده ومطحونه، عندي هنا النافع نقي ومطحون، وحبه حلاوه. بغيتو المقادير البنات بالضبط وشحال درت ديال المقادير بالضبط، رجعوا الفيديو ديال العام اللي داز، راه فيه تفاصيل. دابا انا شاركت معكم بسرعه، ما بغيتش نطول الفيديو، غير بغيت نشارك معكم. هذه القرفه ما ذكرتهاش معكم. باش تلقاو البنات الفيديو ديال العام اللي داز دغيا تلقاوه، راه كاين في المنتدى، غادي تلقاوه بسرعه. هذه هنا عندي مسكه حره، انا دقيتها مع شويه ديال الملحه لتعديل الذوق. عندي هنا خنيشه ديال الكاوبيل ديجا شاركتها معكم العام اللي داز، انا كنضيفو ممكن تستغناو عليه، كيعطي واحد الاضافه زوينه، واحد النكهه زوينه في السلو. جربتوه غادي تعرفوها. عندي هنا السكر كلاصي، غادي ندير واحد الكميه حتى نذوق، نقدر نزيد ولا ما نزيدش، انا ما كنحليش بزاف. هنا عندي جلجلان محمر، وهنا كاوكاو، انا كنفسخو بحال اللوز، كنفسخو ونحمرو في الزيت ونهرمشو. هنا عندي مهرمش وجلجلان صاين، غادي نضيفهم في الاخر. وهنايا عندي مطحون باش الزيت ديالو كتعاوني، ما كنحتاجش بزاف ديال الاضافه ديال الزيت. هنا عندي جلجلان وعندي اللوز وعندي كاوكاو مطحونين هكا ملينين وطالقين الزيت ديالهم. غادي نخدم غير بهم هاد المقادير، ونقدر نزيد شي حاجه قليله ديال الاضافه ديال الزيت. اللي بغى يدير العسل بدل السكر كلاصي يدير في العسل، انا ما كنديرش العسل حيت كتحجر مع الوقت. الا كانت عندكم شي عسل زوينه اكلين منها زعما شي عسل مزيانه ضيفوها، اما العسل العادي بلاش. صافي دابا غادي نخلطوا هاد المقادير. كما قلت لكم غادي نضيف هنا هاد اللوز الجلجلان وكاكاو عندي هنا كما قلت لكم مطحونين، انا طحنتهم لينتهم باش يعطيو الزيت ديالهم كما كتشوفوا. طالقين الزيت، كما كتشوفوا. انا غادي نحاول ندخل هذا مزيتين، غادي نخلطهم مع الدقيق. نقدر ما نحتاجش للزيت نهائيا، نقدر نضيف شي كميه قليله جدا. ملي كطحنوا هكا كاوكاو واللوز والجلجلان بهذه الطريقه هذه، ما كتحتاجوش تضيفوا الدهون. كما تشاركت معكم انا العام اللي داز، خرجتهم طحنتهم على برا، ما ضفتش الدهون نهائيا، لا زيت لا زبده. اما دابا راني غادي نصاوبها غير في الدار، نقدر نضيف شويه ماشي بزاف. صافي غادي نبقى نخلط هكا حتى ندخل هاد الكاوكاو والجلجلان، هاد العجين اللي عندي اولا البخاني اللي عندي مع الدقيق، ونرجع معكم. كتزيت، غادي نضيف شويه ديال الزيت ماشي بزاف. انا البنات ما غاديش ندلكها بيديا بزاف، غادي نستعمل العجانه باش ما غاديش نحتاج باش ندلك بزاف بيديا ونعطيها الدليك.
غادي غير نخلط هاد المقادير ونضيف هذاك الزلزال اللي وريتكم الكاوكاو مهرمش باش يعطي هذيك التقرميشه، ومن بعد غادي ندوزها في العجانه. غادي نشارك معكم. كما شفتوا معايا انا هاني خلطت المقادير كما قلت لكم. انا ما غاديش ندلكها، غادي ندوزها في العجانه. غادي نضيف هذا الزلزلان وكاوكاو جوج مهرمشين باش يعطينا تقرميشه. ندوق الحلاوه، الا خصني السكر غادي نزيدو. الحلاوه هي هذيك صافي. المهم دابا غادي نخلطها وغادي ندوزها في العجانه. غادي نشارك معكم منين نديرها في العجانه، غادي نبين معكم اللقطه. ها هو السلو ديالي من بعد ما خلطت معكم المقادير اللي استعملت. راكم شفتوا معايا. قلت لكم انا ما غاديش ندلكو بيدي، غادي ندوزو في العجانه. انا هاني جيت حدا العجانه. بالنسبه للراس راني بدلته، استعملت هذا الراس هذا، حيدت ديال العجينه ودرت هذا، راه داير بحال اليديده. هادي يدلك بلاصتي صافي. دابا غادي نبقى ندير كميه بكميه، ما غاديش نديرها كلها في مره بطبيعه الحال. غادي ندير واحد الكميه وندير هاد الدور. وغادي نرجع معكم في النتيجه النهائيه. صافي دابا غادي نشعلها. نتوما كما كتشوفوا هي راه كتقوم بالمهمه. داك اليديده راها كتدلك. حقيقه العجانه كتعاون بزاف، كتهنيكم هذيك الدلك اللي كتبقى يدلك يسلو باش يعطيك داك التعليقه ديالو. هي كتقوم بالواجب. البنات كما كتشوفوا معايا ها هو الجزء اللي دوزته في العجانه. شوفوا كيف رجع تبارك الله ما شاء الله معلق بحال اللي خدمتوه بيديكم اكثر. عاد واخا تخدموا بيديكم ما غاديش توصلوا لذاك الدرجه ديال التعليق اللي عطى. والجزء الثاني هو الاول اللي درت معكم في الاول. هانتوما كما كتشوفوا باقي عاد ما كملتوش. البنات هي هذه النتيجه النهائيه اللي حصلت عليها بعد ما دوزت السلو ديالي في العجانه كما شفتوا معايا. راه كيخرج معلق زوين بزاف. انا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا التعليكه كيف دايره. تبارك الله ما شاء الله كيشهي. هانتوما شوفوا كيف جات معلقه تبارك الله. هانتوما زوينه بزاف، طريقه سهله كما شفتوا معايا. كان هو هذا الفيديو ديال اليوم البنات. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. عواشركم مبروكه باش تمنيتو بالصحه والسلامه. نتمنى اي وحده شافت الفيديو ما تنسانيش من لايك واشتراك. بالنسبه للناس الجداد اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. رمضان كريم.